ما ينفعش في التعليم كام بكام. يعني ما ينفعش ابني يكون جاب 90.5 والطب بياخد من 90.6 فما يقبلوش، ويجي واحد تاني جايب 74% يخش طب عشان معاه فلوس، ابوه يدفع له 30,000 ولا 35,000، 350,000 قصدي، فيخش طب. يبقى ده جايب 74 دخل طب، وده جايب 90.5 ما يقبلوش طب. يعني حرام. يبقى ده مجهوده راح اونطه، واللي ما جابش مجهود عشان ابوه معاه فلوس دخلوه طب. ازاي طيب؟ الحسبه كده غلط. الحسبه كام زائد كام غلط. يعني خلي هنا 90.5 اللي الحكومه بتاخد، يبقى ده ياخد من 90%، يبقى على الاقل الفرق الصغير ده مقبول. لكن 74 و90.5 فرق كبير، والفرق ده كله يدفع فلوس. هو التعليم بقى كام بكام؟ التفوق بقى كام بكام؟ يتوب علينا ربنا.